كيفاش تعرف واش عندك مشكلة في الغدة الدرقية؟ واش كتحس بالعياء طول النهار، كتنقص في الوزن بسرعة، كتزيد في وزنك بلا سبب، كتلاحظ تساقط في الشعر او اضطرابات في النوم او حتى تقلبات في المزاج؟ راه ماشي غير التعب والضغط النفسي، ممكن تكون الغدة الدرقية هي السبب الحقيقي. فمرحبا بكم في قناة نبض التحاليل. اليوم غادي نهضروا على هاد الغدة الصغيرة اللي كتحكم في جسمنا بحال المايسترو ديال الهرمونات. فشنو هي الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية كتوجد قدام العنق تحت الحنجرة مباشرة، شكلها بحال الفراشة. الدور ديالها هو إفراز هرمونات مهمة بزاف بحال تي 3 ليبغ و تي 4 ليبغ و تي اس اش. هاد الهرمونات كتنظم الطاقة، حرارة الجسم، دقات القلب وحتى الحالة النفسية. بمعنى آخر، إلا اختلات الغدة في الجسم كامل كيتأثر. أولا، خمول الغدة الدرقية هي ملي الغدة ما كتفرش مزيان الهرمونات. الأعراض اللي كيبانوا مثلا العياء الدائم، زيادة الوزن، تساقط الشعر، جفاف البشرة، برودة اليدين والرجلين، بطء في التخلص من الوزن الزائد والقلق الدائم. من الأسباب الأكثر شيوعا لخمول الغدة الدرقية هو نقص اليود وبعض الأمراض المناعاتية أو بعد الولادة عند النساء. نجيو دابا للفرط نشاط الغدة الدرقية. هو ملي الغدة كتفرز بزاف ديال الهرمونات، الأعراض ديالها هو التعرق بزاف، الصعوبة في النوم، ضربات القلب السريعة، العصبية والتوتر، نقص الوزن رغم الأكل، رعشة اليدين، عيون كتبدو خارجة شوية في بعض الحالات. الأسباب اللي كتؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية اللي هي الأمراض المناعاتية أو أورام صغيرة في الغدة. باش نعرفوا واش الغدة خدامة مزيان كنديروا تحليل ديال تي اس اش، هو الهرمون اللي كيتحكم في الغدة، و تي 4 و تي 3 اللي كيبينوا لنا النشاط ديالها. وممكن الطبيب يطلب تحاليل مناعية بحال الانتي تي بي، واحيانا ليكوغرافي باش كيشوف لنا الحجم والشكل ديالها. للإشارة، التحاليل خاصها تكون على الريق ومهم جدا. تبعدوا على التوتر والمجهود قبل ما ديروا التحليله. بالنسبة للناس اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية، خاصكم تاخذوا الأطعمة الغنية باليود بحال السمك، البيض، وكذلك الأغذية الغنية بالزنك والسيلينيوم. تفادوا أكل الصوجة لأنها كتضر بالغدة الدرقية. بالنسبة للناس اللي عندهم فرط في نشاط الغدة الدرقية، بعدوا أو نقصوا من القهوة. تفادوا اليود بزاف وركزوا على الأغذية المتوازنة والراحة النفسية. الغدة الدرقية رغم صغر الحجم ديالها كتأثر على كل خلية في جسمنا. فاش كتحس بالتعب، تساقط أو زيادة أو نقصان في الوزن بلا تفسير، ما تهاونش، دير تحاليل بسيطة وربح راحة بالك. نبض التحاليل كتقول ليك صحتك مسؤوليتك، وفحص بسيط يقدر يحميك من مضاعفات الغد. دمتم في صحة جيدة وإلى اللقاء.